بلا ليميش بلا ديكاباج، غير بصبغه واحده فقط ومباشره طبقوها على شعركم تحصلوا على هذا اللون، وكيغطي الشيب ويغطي لكم خلوطه اللي عندكم في الشعر ديالكم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا اينما كنتم اخواتي. الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم. بغيت منكم بزاف ديال اللايك وبزاف التعليقات لهذا الفيديو. اش تخسروا الا حطيتوا لايك؟ ما تخسروا حتى شي حاجه. كما انا ما كنبخلش عليكم ما تبخلوش عليا. شكرا لكم جزيلا. لتغطيه الشيب الوان غير مرغوبه غادي نعطيكم الناس اللي ممكن يطبقوا هذا الرقم فوق شعرهم مباشره بلا تفتيح، بدون ديكاباج، بدون لاماش. الناس اللي عندهم البنيات، الناس اللي عندهم العسليات، الناس اللي عندهم الشيف في شعرهم عنيد، الناس اللي عندهم كذلك الوان غير مرغوبه، النحاسي، البرتقالي، الاصفر، جميع الوان غير مرغوبه ممكن تطبقوا هذا الرقم. هذا الرقم خطير اخواتي، بلا ما نعملوا لا ديكاباج لا والو. واخا تكوني صابغه شعرك بالعسلي، كنتي صابغه شعرك بالبني، ممكن تطبقي هاد الخطوات. كذلك الناس اللي صابغين بالفواتح الاشقرات، الناس اللي ما يمكنش يطبقوا هاد الخطوات، الناس اللي عندهم الاسود، يعني غنعطيكم حل. الناس اللي عندهم الاسود غادي نعطيكم حل. ممكن تفتحوا الشعر ديالكم بالرقم 01 كريم مفتح الشعر. كيفتح الشعر من 2 درجات حتى 4 ديال الدرجات. كاين الشعر اللي ماشي عنيد كيفتحوا لنا البرتقالي، رقم 6 7 على حسب نوعيه الشعر ديالكم. هذا خطير في تفتيح لون الشعر. عملوا به التفتيح الى درجه اللون غير مرغوب، سواء نحاسي سواء برتقالي. بغينا نفتحوا الشعر ديالنا غير ب2 درجات، هي 2 درجات، يعني باش ما يبقاش عندكم الاسود. ممكن ديك الساعه تطبقوا هذا الرقم اللي غادي نعطيكم. اتفقنا؟ الناس اللي عندهم الغوامق الاسود يديروا 01 كريم مفتح الشعر مع اوكسيدون 20 40 دقيقه، وعادي يدوزوا لهاد المرحله اللي غادي نعطيكم. اتفقنا؟ كذلك صبغه نيتروسينيما كولاجين خطيره في تفتيح اللون. ممكن ديروها غير بوحدها اولا ديروا هذا بوحدو اولا تخلطوهم بجوج، نص نص تيوب، وتفتحوا الشعر ديالكم هي ب2 درجات فقط. ما بغيناش حنا درجه تفتيح فاتحه جدا، لا، 2 درجات فقط. فتحوا الشعر ديالكم غير شويه، واخا يعطيكم نحاسي ماشي مشكل، يعطيكم الاحمر ماشي مشكل، لان هذا كيغطي جميع الالوان غير مرغوبه. فهمتوني؟ من بعد غدوزوا لهاد المرحله. نتمنى تكونوا فهمتوا. يعني هذا خطير، هذا الرقم هذا خطير جدا في تغطيه الشيب، في تغطيه خلوطه في الشعر، وممكن يفتح لنا حتى الشعر اللي عندنا مثلا بني غامق، بني، ممكن هذا يفتحوا لنا بجوج 3 درجات. الشعر اللي ماشي عنيد ممكن تطبقوه مباشره على شعركم، تخليو الجذور حتى ل 15 دقيقه الاخيره، لان كنخليو في الشعر ديالنا 40 دقيقه، الجذور غنخليوهم حتى ل 15 20 دقيقه الاخيره باش ما يمشيوناش للبرتقالي. فهمتوا؟ هذا طبقوا على شعركم وردوا عليا الخبر. الناس اللي عندهم الشيب، الناس اللي عندهم خلوطه، الناس اللي عندهم البنيات، العسليات، الفواتح، خطير جدا. رقم 6.7 اسم اللون بني شوكولا، بني شوكولا. الاخوات اللي كيطلبوا مني لي مارك ما كاينش مشكل، خذوا اي ماركه متوفره عندكم في بلادكم، فقط ركزوا على اسم اللون، لان الاسم ديال بحال دابا تيوب الاسم ديالو بني شوكولا ما كيتغيرش، ولكن تقدروا تلقاو الرقم مختلف ولكن الاسم كيبقى كما هو. لهذا اخواتي ركزوا على اسم اللون. الاسم لا يتغير ولكن الرقم يتغير من ماركه الى اخرى. نتمنى تكونوا فهمتوا. خذوا اي ماركه حبيتوا، غير تكون ماركه معروفه يعني وتكون عالميه باش كتعطيكم نتيجه زوينه. ما كيهمش يعني الماركه ديالي انا ماشي مشكل، واخا ما نعطيكمش الماركه راني عطيتكم الاسم والرقم. من الاحسن ركزوا على اسم. نتمنى خواتي تكونوا فهمتوا. عندي هنا القاعده بني غامق جدا. شوفوا هذا غنطبق عليه هذا الرقم ويعطيني نفس اللون اللي شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. يعني ما كنحتاجش هنا درجه تفتيح فاتحه، خاصه ملي كيكون الشعر ماشي عنيد. فهمتوني؟ راه كيتفتح لكم الشعر ديالكم من 2 حتى 3 ديال الدرجات. كناخذوا تيوب كامله من الرقم 6.7 بني شوكولا مع نفس الكميه اوكسيدون رقم 20. خديتو تيوب كامله كتاخذوا قرعه اوكسيدون. مثلا خديتو تيوب فيها 60 غرام كتاخذوا 60 مليلتر
اوكسيدون. نتمنى خواتي تكونوا فهمتوا. انا ناخذ قياس خصله فقط. دائما قياس الصبغه يساوي قياس الاوكسيدون. كنخلطوا كلشي مزيان تيولي على شكل كريم. بعد ما تخلط كلشي مزيان بقاو الخصله ديالنا من الجذور حتى لاطراف الشعر، نشبعوها مزيان. ضروري نفزقوا الخصله قبل اخواتي هكذا باش كتدخل الصبغه مزيان في الشعر، وفي نفس الوقت كتعطيكم لون فيه لمعه. الناس اللي طبقوا على الغوامق مباشره وعندكم الجذور ديالكم سخونين، حاولوا خليو 4-3 ديال السنتيم الجذور حتى 20 دقيقه الاخيره، عاد طبقوا على الجذور هكذا باش ما يخرجوا لكمش الجذور في البرتقالي. نتمنى خواتي تكونوا فهمتوا. من بعد هنا 40 دقيقه نولي نتلاقى معكم. من بعد خواتي هنا 40 دقيقه غنشوفوا الخصله ديالنا. هانتوما شوفوا اللون ديالنا اخواتي. نحيدو البرودوي باش يبان اللون. هانتوما دائما الشعر ملي تيكون فازك تيكون غامق. نغسلو الخصله ديالنا. هانتوما شوفوا هنا يعني كيبان شويه غامق. هانتوما غادي نشفوها نولي نتلاقى معكم. غادي نشف الخصله ديالي هنا، من بعد غنسرحها نولي نتلاقى. هذا هو الشكل النهائي اخواتي من بعد ما سرحت الخصله. لون ولا اروع، خصكم تشوفوا في الواقع، تشوفوا في الشعر كامل لون زوين بزاف. نتمنى تكونوا فهمتوا. عندكم اي اقتراح، اي سؤال، اي طلب، اي استشاره، طرحوها لي في الكومنتير ديال اخر فيديو، كنجاوب على جميع التساؤلات ديالكم اخواتي فضلا وليس امرا. بغيت منكم بزاف ديال اللايك وبزاف التعليقات الزوينه ديالكم لهذا الفيديو هكذا باش تشجعوني دائما نجيب لكم الجديد. كيف ما انا ما كنبخلش عليكم، انا متاكده ما غتبخلوش عليا. كنعطيكم اسراري اللي كنخدم بها في الصالون، كنشارك معكم اسرار المهنه. بغيت منكم بزاف ديال اللايك والتعاليق، وشكرا لكم جزيلا. تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله بالجديد. مع السلامه.